السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنتعلم ازاي نعمل العروسه الصغنونه دي. انا عاملاها تتعلق على من ميداليه مثلا، او تتعلق من سوسته الشنطه كده يعني. في البدايه هنعمل الراس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنستخدم البول تول علشان خاطر نعمل الجزء اللي هنحط فيه العينين. هنستخدم بقى اللون الاسود نملى بيه فجوة العين، وبعدين نحط لون كده هيبقى هو ده لون النيني بتاع العين، وبعد كده لون ابيض ده هيكون انعكاس الضوء. بعد كده هنحط الرموش بتاعتنا. وبالبول تول الصغنونة خالص هنعمل مكان للبق، وبعد كده نستخدم قطعتين صلصال رفيعين خالص عشان نعمل بيهم الحواجب. هنخبز الراس في الفرن لمدة ربع ساعة، وبعد كده نطلعها تبرد، وبعدين نكمل بقية العروسة. ده شكلها بعد ما نشفت في الفرن. دلوقتي بقى هنعمل جسمها. هو جسم بسيط خالص، احنا مش بنعمل حاجة مكلكعة يعني. هنحط صلصال سائل على الفستان بتاعها، وبعد كده ندخل الراس بتاع العروسة اللي هي اوريدي اتسوت ربع ساعة، وبعد كده نبدأ نكمل بقية الحاجات، بقية الشكل بتاع الفستان يعني. نحط دراعات ونكمل الديكور بتاعه كده. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد ما نلزق الايدين هنعمل الشعر. انا استخدمت لون اصفر وفتحته بلون ابيض، وممكن لون فضي كمان، فضي فاتح يعني، عشان خاطر ندي شكل اللون بتاع شعر إلسا.
ونفس التفاصيل بالظبط هنعملها في الفستان بتاع انا. هو الفيديو بتاع النهارده بسيط ومناسب جدا للمبتدئين. انا بس حبيت اوريكم، انا كنت عاملاها ليا انا، دي مش للبيع، كنت عاملاها لبنتي وعلقتها لها في شنطتها. بس نصيحه يا جماعه يعني، عشان خاطر انا دي حاجه نسيتها، لازم نحط بعد السوا نفك بقى المسمار اللي احنا حاطينه ده، هيتشال معانا بسهوله، ونحط سوبر جلو او حاجه يعني جلو قوي شويه عشان خاطر ما تفكش مننا، لان اكيد المسمار ده هيفك لو احنا ما لزقناهوش بسوبر جلو او اي يعني صبغ كويس. بفكركم بقى يا جماعة، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وادعولي اعرف ارجع من الفيديوهات تاني زي الاول. طبعا لو عندكم اي كومنتات او عندكم اي اقتراحات يا ريت تقولوها لي في تحت في الكومنتات، وانا هحط لكم اللينكات بتاعتي كلها في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، نشوفكم على خير ان شاء الله. ميرسي، باي باي.